أكبر خطأ نقع فيه هو التعامل مع براهيم دياز كجناح يلتصق بالخط. الحقيقة أنه صانع حلول بين الخطوط، لاعب ثمام 5 في القناة اليمنى أو 10 حر خلف المهاجم، وحين يوضع في هذا الممر يصبح هو المفتاح الذي يفتح كل الأقفال. تخيل المشهد: دياز يستلم بين الظهير وقلب الدفاع، يرفع رأسه، لمسة أولى للداخل، فيتردد المدافع، يضغط أم يغطي انطلاق الظهير. هنا يدخل أشرف حكيمي مثل السهم في ظهر الدفاع، إما تمريرة عمودية قصيرة لحكيمي في وضعية عرضية أرضية قاتلة، أو دوران سريع من دياز وتمرير عكسي إلى الجناح على القائم البعيد. ومع وجود جناح صانع مثل حكيم زياش، نخلق مثلثا يتبادل أدواره كل هجمة. مرة زياش يهبط للتمرير ودياز يهاجم العمق، ومرة العكس، وفي الحالتين رأس الحربة يشد الخط ويمنحنا زاوية اللاعب الثالث ضد الكتل المنخفضة. دياز هو أفضل من يكسر الرتم بتمويه جسد ولمسة قصيرة، ثم تمريرة مسطحة داخل منطقة الجزاء. وضد الفرق التي تضغط عالياً، هروبه للعمق يمنحنا مخرجاً نظيفاً للكرة الأولى في التحول. السر هنا ليس فقط المهارة، بل التزام المواقع. حين يتقدم حكيمي عرضياً، يجب أن يثبت دياز لحظياً في نصف المساحة حتى لا نخسر التوازن الدفاعي، وعند فقدان الكرة يضغط من الخلف على حاملها بينما يغلق لاعب الوسط زاوية الارتداد. في الكرات الثابتة، وقوف دياز على حافة المنطقة يهدد بإعادة الكرة بتسديدة أولى أو تمريرة طويلة للقائم البعيد. ولماذا يضاعف دياز خطورة زياش تحديداً؟ لأنه يمنح زياش حرية القرار. إن أغلق الخصم اليسار، يدور دياز على يمينه ليخلق خط تمرير بديل، وإن ضاق العمق يعود زياش للتمرير البعيد ويغوص دياز داخل الصندوق. المدرب الذكي يوظفه 20 دقيقة على اليسار أيضاً لاختبار ظهير الخصم، نقلات صغيرة تغير المباراة. أخبرني، هل تراه في المغرب أفضل ك10 خلف المهاجم أم ك8 المتقدم في اليمين داخل نظام 4-3-3؟ ومن اللاعب الذي تراه يكمله أكثر، زياش أم جناح سريع يهاجم القائم البعيد؟